شايفين ده وده وده وده، كل ده لبس العيد، اوعي تجيبيه لعيالك. طبعا انا عامله الفيديو ده وعارفه ان انا هتهاجم عليه كتير، بس صدقوني والله ده نصيحه ليكوا الاول ولعيالكوا، عشان بجد بعد كده يشكروكوا على اللبس والحاجه اللي انتوا بتجيبوهم ليها لما يتفرجوا على صورهم لما يكبروا. انا عارفه ان في اختلاف للاذواق، ودي انا مش بعترض عليها خالص، بس اللبس عندنا بتاع الاطفال بالاخص في مصر، انا معرفش مين المصمم اللي بيمسك الديزاين بتاع خط مصر كله بتاع الملابس وبيعمل فيه البدع. حرفيا مفيش واحد حتى هين عليه يقتبس من اي موديلات حتى من الاجنبيه بره، او اللي هي الموديلات اللي هي بتاعت الاطفال البريئه بتاعت زمان. مفيش الكلام ده خالص، لازم فرو، ترتر، حاجات قد كده كتير. للاسف في اطفال كتير ممكن بعد كده لما يكبروا، او ممكن في ناس يتنمروا عليهم. عندنا بدايل ارخص واشيك بكتير قوي. اول حاجه وهي ان انت تقدري يعني اي ديزاين يعجبك تبداي ان انت تجيبي القماشه بتاعته وتدوري على حد يكون بيفصل، يكون شاطر ويعملها لك. دي اقل التكلفه، عشان احنا بس يعني انا مش بتكلم في فئه الفلوس خالص، لان القمه اللي انا عرضاها دي اصلا معديه الالافات، يعني هي مش قليله في السعر خالص. نيجي بقى لتاني اوبشن، وده اللي انا بشجعه اكتر، ان انت مثلا تشوفي اي سيلر تكون كويسه وتجيبي منها من شي ان. تطلبي مثلا قبل رمضان بفتره كويسه، اولا مقاساتهم كويسه، خامتهم في الاطفال حلوه جدا، انا بجيب منهم بقالي 4 سنين لبنتي. عايزه اقول لكم مثلا ان ممكن طقم اجيبه 3 قطع، يعني دلوقتي في الغلا اللي احنا فيه ده ممكن يخش مثلا في 700 وشويه حاجه. انت لو جيتي تجيبي الحاجات اللي هي مفرو والحاجات دي، انا والله شايفاها في المحلات وفي العتبه ذات نفسها تلاقيها مثلا ب1000 وكسر، في داخل في ال2000. فده اللي انا بتكلم فيه. فانت فكري مع نفسك واوعي تجيبي اللبس ده لعيالك، انا بحذرك.